طبعا يا جماعه انا جاي لكم لابس القفطان النهارده عشان النهارده هحاول امسك نفسي عشان احنا في رمضان، ولكن يا يوتيوب يا ابن انا هطلع ميت. تمام مبدئيا كده كتير منكم هيستغرب يا جماعه ان اخر فيديو مش موجود، يعني انا قايل لكم بنزل يوم او يوم لا، ولكن في فيديو في اليوم كده مش موجود، وهو بكل بساطه يا جماعه يوتيوب ابن قرر يديني سترايك بدون سبب كده، فقلت ماشي يمكن مثلا انه عملت حاجه ما عملتش حاجه، فاخش اشوف ايه اللي بيحصل على اليوتيوب. فتعالوا نشوف يا جماعه الاسترايك عليه مع بعض. تعالوا يمكن عشان انا اهبل وانا عملت ابيل عليها ورفضوها، معلش انا الانترو انا داخل اسفل في يوتيوب، بعد كده هنخش على الميمز عادي خالص يا جماعه. ولكن ده اخر فيديو يا جماعه نزل، تمام؟ بيقول لك في الدقيقه 19 و16 ثانيه في ايه؟ بيقول لك فايلنت اور جرافيك، يعني في عنف حصل في الموضوع. قلت عنف ايه؟ انا فيديوهاتي ما فيهاش عنف، تمام؟ في الدقيقه 17 و16 ثانيه، والعكس الحسنات هي اللي بتمسح السيئات. ايه ده بقى؟ يعني انا عايز افهم، انتوا عايزني يوتيوب اعمل لك محتوى يعني ولا ايه؟ مش فاهم. عايز نطلع اهزلك ايه؟ مش فاهم انا، يعني ايه الاسترايك في كده؟ والمشكله يا جماعه البلوه الاكبر ان انا قدمت استئناف اللي هو لا راجعوا الفيديو، بعديها بدقيقتين رجعوه قالوا لي لا انت فعلا انت عامل كده. انا مش فاهم يعني حرفيا يا جماعه بصوا ده انا دلوقتي، ثواني كده معلش ثواني، ده انا بستعجل اداره ده التيك توك، بقول لكم بس باحترام كده، تمام؟ ده انا دلوقتي بتاعتي 25000 الصفحه محظوره اكتر من شهر. ايوه 5 minutes later ده لو والله يا يوتيوب والله لو ما شلتوا الاشتراك على الفيديو ده اللي هيحصل. هو انا عايز اعرف شركه التيك توك انا بقول لكم اهو، انا بقول واحذروا، انا اسكندراني زي فارس العصب، فقد اعذر من انذر. انا اتهاجمت من كل حته في العالم، من مصر، من دمنهور. انا لما اتهاجمت من جميع انحاء العالم، من مصر، من دمنهور اللي انا عايش فيها. فيعني انا مش فاهم يا يوتيوب انت ايه حكايتك، بس يا جماعه هو مش سترايك، هو وورنينج اللي هو ايه لو عملت حاجه ثانيه الواضح اليوتيوب بيتلكك لي، هترزع بقى سترايك بجد. ولكن كل حاجه بقول له يوتيوب كيوتيوب انا ما بيفرقش معايا، وهعمل فيديوهات ميمز. وبص ماشي انا مش متضايق انك مسحت الفيديو، متضايق بس ان انا كنت عامل ستريك 15 فيديو في رمضان خربته لي انت. ولكن يا جماعه حصل خير، معلش انا متعصب يا جماعه، فقلت اطلع غضبي بس في يوتيوب. ولكن اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد وميمز جديده من ميمز المتابعين اللي انتوا بعتوها، نخش نتفرج عليها. بس كنت ممكن فيديو يوصل لنبي واحد الله وراك فرد وصلي يرجع الفيديو. اسف على كميه المسبات اللي حصلت دي، بس انا متعصب من يوتيوب جدا اقسم بالله، ويا ريت لو حد بيتفرج من يوتيوب او له علاقه بيوتيوب يتواصل معايا، عشان انا فعليا ما عملتش حاجه. يعني انا لو يعني مثلا اقول لكم على حاجه، يعني مثلا ايه كمل تشغيل الفيديو كده الفيديو خلص، لو انتوا اديتوا لي سترايك على الفيديو ده انا ما عنديش مشكله، يعني انتوا قولوا لي، لكن انتوا ما اديتليش على ده، اديتوا لي على ده فيديو مصطفى. هو المشكله ان هو مصطفى حسين نزله حتى عنده على اليوتيوب وما خدش سترايك، فانا مش فاهم فين العنف في كده. هل اللي انا مثلا كنت حاطط صباعي في مناخيري يعني ولا ايه؟ مش فاهم يعني. ما علينا شباب، من غير رغي كتير عايزين نوصل النهارده 8000 لايك وشايف رقم مشترك، ويلا بينا على الميمز منصه ماشي. نخش على اول ميم معانا، بسم الله الرحمن الرحيم. الله ده اخونا وحبيبنا امجد طاسو، فرحان معانا. ايه امجد طاسو؟ يعني ما ماشي نشوف امجد طاسو عامل ايه. طيب هو ايه ده؟ كل سنه هو طيب وكده يا رب، كده دايما كده. هي بص ثواني واحده، هو ليه عامل زي الكيبورد؟ والله عامل زي الكيبورد الار جي بي، اقسم بالله الكيبورد بتاعمل كده، والله الكيبورد بتعمل كده ولكن شكله حلو لبعض باذن الله، والله العظيم فكره كريتيف قوي. طيبين ورمضان كريم. بصوا حرفيا اقسم بالله ار جي بي، بص اقسم بالله رمضان يا جماعه بيحصل في حاجات غريبه قوي في مصر، زي مثلا انها ترزع سترايك على فيديو لمصطفى حسني، ما يعني خلاص ماشي. بيقول لك رايحين يفتحوا العزبه اللي جنبهم. هجموا على البلد يا رجاله الحقونا، سنورس بيخزعوا الهكسوس، استفاني احمس فعلا والله عارفين يا جماعه تنفع عليها موسيقى، دي موسيقى ارطغرل، يعني هشغل فيديو تاني انت تحط له موسيقى ارطغرل، والله العظيم لايقه والله العظيم لايغه اللي بعده لما طبق حركات الدفاع عن النفس اللي بتشوفها على النت. ممكن اصلا كلمني قال لي ان دي جوازه الشغل. ايه ده؟ انا اسف انا توقعت لمده ثانيه ان هو ايه هيمسكوا بقى بجد وايه والبنت دي بقى هتقوم قايله له يا دكاري ومش عارف ايه، لكن قال لك انا اسف، أنا فقد اورا على طول مره واحده المسلسل ده جامد على فكره يا جماعه. هي كيمياء ده مسلسل ايه المنظر ده؟ ايه لا لسه بخش على مين اللي بعده ليه؟ ده ايه ده؟ عارفين يا جماعه السولار سيستم اللي هي اسمها ايه بالعربي؟ استنى، الطاقه الشمسيه، والله عامل زي شرائح الطاقه الشمسيه. ايه ده؟ بيقول لك بولايه دكرور خط النار، صلي على النبي في قلبك في رمضان كريم. انا مش قلت لكم الرجعه؟ ايه ده احنا في الماتريكس صح؟ يس الله يكون في عون البطاريه. استنى انت موصلها بايه؟ انت موصلها بمفاعل نووي عشان تشغل كل ده. بيقول لك سيد ويز ماسنجر. ايه المنظر ده؟ ده مكمل لورا كمان. استنى مبرمج الجن تصدقوا عامل زي الوحش ده والله تعبين والله لما يركب التوك توك. ايه ده؟ شحن السيزون ده شحن السيزون فعلا. ايه المنظر ده؟ ايه ده؟
يا اسطى بكميه الحاجات دي كنت تشتري لك يا اسطى عربيه ولا حاجه. وقلع الشبشب قبل ما يخش داخل جامع. ماشي يا جدعان، ايه المناظر دي؟ ايه المناظر دي؟ ايه ده؟ ليه؟ ايه المنظر ده؟ طيب ربنا يستر. بسم الله، خلينا نشوف الفيديو مع بعضينا. ماشي. انا بتخيل لو واحد فيهم فرمل، طيب واحد فيهم مثلا داس على زلطه فاتقلب مثلا، ده هيحصل له ايه؟ فاتح برجل على الطريق، الامن يفحص فيديو استعراض دراجات ناريه على الطريق. طب ده لو اتحبس هيقول لهم جاي في ايه؟ طيب يعني هيقول لزمايله جوه جاي في ايه؟ جاي في برجل ولا مش فاهم. المشكله ان دول يا جماعه بشوفهم على الطريق بجد، يعني وانا سايق ده بيكونوا قدامي، فانا لو خبطتهم هيحسبوهم عليا بني ادمين، ولو فضلت واقف مش هوصل، فاهمني؟ فبيبقى يعني مش عارف والله، يعني بجد وزاره الداخليه عندها حق ان هي تتعامل في المواضيع دي الايام دي بجد. يلا اللي بعد. ريس الحمد لله تم نزور الميه اهو زي الفل اهي زي الصاروخ. 100 100. انت هتطلعي تاني ليه؟ ايه؟ يخرب بيت عينك، دي العين اسرع من تصريف المايه اللي كان بيحصل هنا. يا نهار ابيض. ريس بص، الحمد لله تم قال لك زي الصاروخ. بص زي الصاروخ. صاروخ. بص في ساعتها ده انت عينك كان للصاروخ. قال لك تطلع تاني ليه؟ طلع تسلم عليك يا عم. يا نهار ابيض. دي طالعه بكفاءه كمان. اوف. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ دي عين يعني على ابوه يعني. لك 5 سنوات تسوق سيارتك، انت اول ما توصل المحطه. عبي 91 فل يا مدير. تصدقوا انا عايز اقول لكم حاجه، يعني انا ما اعرفش يا جماعه العربيه، والله العظيم ما اعرف تانك البنزين بيفتح ازاي ولا الشنطه، يعني الشنطه من ورا اقدر افتحها، لكن من جوه العربيه ما اعرفش ازاي، ما اعرفش تانك البنزين بيتفتح ازاي برده. يعني 90% من الحاجات اللي جوه العربيه انا ما اكتشفتهاش، ومش عايز اكتشفها عشان كل ما اكتشف حاجه على العربيه في حاجه بتبص فيها. فمش عارف يعني. يلا اللي بعد. بيقول لك طيب توك مصلي، شوفوا يا جماعه تصلوا تراويح والفروض اللي وراكم، يعني عشان تعرفوا يا يوتيوب. انا بنصح متابعيني بحاجات دينيه، ولا انتوا بقى انتوا يهود مش عايزين انصحوا بحاجات دينيه فبتدوني استرايكات. ها عليك النصه. الله صل يا شيخ صالح. الله عليك يا شيخ صالح. 100 100 يا شيخ صالح. الله يا حج. الله ينور عليك. الله يتقبل. لا ليه ولا توك مصلي؟ ايه ده؟ عادي بسيطة. انت ضامن الاخره بقى، هنقول لك انت ضامن الاخره يا معلم. هو عمل لاخرته وعمل لدنيته الاثنين. بس ان هو قاعد من مره واحده ادى رقصه فورتنايت. دكتور الشربنديري. دكتور الشربنديري او الشربنديري. خلينا نشوف دكتور الشربنديري يعني ايه. دكتور الشربنديري مسالك بوليه. دكتور الشربنديري مسالك بوليه. مساء الخير. مساء النور على البربور. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. حضرتك انا عندي سخونيه وبرد وجسمي وجعني قوي. طيب يا حبيبي هنعمل كشف بسيط على الحنكلولو، تمام؟ بس قبل ما نكشف عايزك تنام على بطنك. نكشف على ايه؟ لا انا هروح لدكتور تاني خلاص. لا يا حبيبي هتروح فين؟ نام على بطنك بقول لك. لا مش هنام على بطني انا، سيبني بقول لك. مش هنام على بطني. لا هنام على بطنك والله. هو في ايه؟ هو ماسكه منين؟ بقول لك سيبني. لا لازم نكشف على الحنكلولو. لا دكتور. هو ايه كل واحد يخليه في الحنكلولو لو سمحت، كل واحد يخليه في الحنكلولو بتاع، ما تدخلش في حنكلولي. وبعدين قال لي روح اعمل كشف على هو ايه الحنكلولو اصلا؟ قصده على الوادي من جبلين يعني ولا ايه؟ مش فاهم. اشيله طول الفيديو ده من الفيديو ولا اسيبه؟ طيب ما انا يوتيوب بيتلكك لي يرزعني استرايكايه تانية يعني. ماشي. يقول لك كيف تخيل اللي بيقول بفطر عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. صدموا في بعض. يا ساتر. لا خلينات قبل. لا صلي على النبي. صيام صلي على النبي صيام. لا حول ولا قوه الا بالله. ياهو يا جماعه انا افتكرته اي لثانيه، افتكرت اقسم بالله اي وانه فعلا اكل طماطمايه. لا انا ما بتخيلهاش كده، بتخيل ان هو مثلا زمان هعمل يوتيوب لو ما شاليش الاسترايك. انا بقول اهو يعني لما تتذكر انك كنت طبيعي فتره طويله. فاكر ان انا الوحيد اللي كنت بعمل كده. انا بحس ان انا طبيعي او ماشي عادي بقالي فتره، بس ايه مره واحده جيت قدام المرايه وانا في الحمام بالذات اديتها واحده كده لسعه ومكمل يومي عادي. او مثلا كنت في محاضره مثلا وقمت طالع داخل الحمام اديتها واحده كده فاهمني. ماشي. يقول لك تلك البلعه اللي تخليك تعرف انك بتمرض بكره. يا جماعه اقسم بالله انا عارفها دي، اللي هي بتبقى تعرف ان عندك برد، تحس ان في خياره كده في زورك او في حاجه غريبه او في زورك هنا، تحس انك مش عارف تبلع ريقك كده، تحس في حاجه هنا كده. دي اللي تعرف فيها بجد انك بلعت دور برد. ايوه ابلع. ايوه
عايش في دور البرد ده بقالي شهرين والله ما اعرف ايه ده. هو ليه في شريك بلبوص في الحمام عندك وبتاكله معجون سنان ليه؟ ايه ده؟ لا 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 لا. هو مين بيشتري الحاجه دي يا جماعه؟ مين بيشتريها بجد؟ بص اول كومنت، طب ما فيش لينك طيب اجيبها منه؟ بيقول لك احنا بجد محتاجين معجون سنان بني عشان تبقى مظبوطه بجد بقى. ايه النتانه دي يا عم دي؟ اللي يعرف يا جماعه اللينك بتاعها يبعته لي عشان عايز اطلبها يعني. بيقول لك الزوج الحمش قطعي لي خيار. اسمعي ترى نظام الفطور حق اخر يومين ده ما يناسبني. قال لك جايبالي بس سمبوسه وشوربه وفوق ده كله بعد الفطور بساعه. ترى اليوم لو ما الاقي السفره من الالف للياء. على فكره يا جماعه ده غلط يعني. ده بالنسبه لي انا شايف ان هو ايه، ست بيبقى طالع عينها يعني. انا بالنسبه لي مثلا ماما في البيت كنت قاعده طول اليوم قاعده بتطبخ، مش هنيجي بقى على الفطار اقول لها ايه اللي انت عاملاه ده يا ماما، فاهماني يعني؟ غير لو طبخ حاجه مش ولا بد بقى نقوم لا بهزر طبعا بهزر. قدروا اللي امهاتكم بتتعب وهم صايمين واقفين على رجلهم، قدروا الكلام ده. لا نكد على عيشتك واشحنك بيت اهلك. عبد الله ايوه حبيبي. كلاشيه او توقعتها والله. يا اسطى في واحد اسمه سعيد خطف اخواته، ممكن تعمل له اغنيه. هو ده ايه؟ هو ده زي احمد محسن؟ في واحد اسمه سعيد خطف اخواتي، ممكن تعمل له اغنيه؟ ماشي يا عم وان شاء الله اخواتك يرجعوا لك. يا جماعه باي ذا واي استنوا، انا اسمي سعيد تمام، فاللي هو محمد احمد محمد السعيد، فكله بيقولوا لي سعيد يعني. تعالوا نشوف ليه ما بعت لي انت. ليه معانا عنيد واخد اخواتنا بعيد قافل عليهم باب. يا اسطى في واحد اسمه، هو ايه ده اتبعت لي؟ هو ده اللي بعته صاحبي رجب، فانا عايز اعرف ليه انت بعته لي يا جماعه. صدق لسه واخد حاجه، واخد بالي من ان هو اصلا اللي عامل الكومنت لنفسه. بص سعيد خطف اخواتي ممكن هو اللي عامل الكومنت لنفسه. زود ريتش يابا، زود ريتش عشان اكونتك على اليوتيوب ما يتقفلش زي ما انا اكونتي اتقفل. والله يوتيوب لا ماشي. والله تأذينا والله تأذينا والله تأذينا ما تفعل تجي جر وياي زين، ما تفعل تجي يا عمي والله تأذينا يا عالم. وايه هو بيحاول يعمل ايه؟ تأذينا تدمرنا. هل بيقول له ادري بيك متاذي بس ممكن نوع القماش كينج. هو ده بقى عقليه البيزنس مان. الله عليك. مبيعات القماصين دي فاهم في السما بعد الفيديو ده. على فكره كذا حد قالوا لي يا جماعه ان لايق عليك القفطان وانت لابسه وبتاع. شكرا. انت جاي من السعوديه ده على فكره. تحيه لاي حد سعودي بيتفرج على فيديو يعني. جاي لكم قريب. هو كل فيديو بقول جاي لكم قريب بس انا ما باجيش فعليا عشان الفيزا مش عايز تطلع. فلو حد شغال يعني، لو حد يعرف يوتيوب، وحد برضه يعرف حد في وزاره الخارجيه السعوديه، يا ريت يقول لي عشان عايز اجي يعني. وما تخافوش حاجه على حسابي يعني، بس الفيزا بس يعني. اللي بعد يقول لك هي زعلانه عشان قلت لها هقعدك من الشغل. جدك اللي في الصعيد مع مراته. ست اللي هي المحترمه ما تشيلش تليفون تاتش اصلا. ليه يا عم؟ ليه يعني ليه مش فاهم؟ لو خاينه ممكن تدخل من على عده بزراير عادي، ممكن تدخل من اي حته يعني. التفكير الرجعي ده مش حلو زي التفكير الرجعي بتاع اليوتيوب اللي ادالي خلاص. الذبه التاريخيه. يا جماعه هو معنى ذبه باللغه المصريه ايه يعني؟ اكتبوا في الكومنتات معنى ذبه باللغه المصريه يعني. بالخليج احنا فاهمينها بس بالمصريه يعني قلشه يعني ولا ايه؟ شوف كيف شعر والله عادي والله عادي صور. شوف انسان والله يعرف زي البشر. والله فاكر. هاي شوف كيف يشرب. حتى قال بسم الله. ضيض مش حلو مش اقوى قلشه سمعتها يعني. اللي بعده ولك من الخوف. قصص مرعبه. كنت انا ونيمار المسمار نحاول تهكير حساب لاري. كالعاده فجاه سمعت صوت طرق الباب. فتحت الباب وجدت لاري وجيمس ثم اغمي علي. ثم استيقظت على صوت ميسي ثم قال لاري قد خطف نيمار المسمار، هيا لنساعده. نيمار ايه يا غالي؟ نيمار ايه؟ انتظر الجزء التاني. انا عايز اشوف الجزء التاني. انا عايز الفيديوهات دي اللي طلعها دلوقتي. الفيديوهات دي بتطلع عندي قبل ما انام. ايه اللي جابها في الميمز دلوقتي؟ بيقول لك اسم القناه حليم زد اكسترا. يا ريت يا جماعه اعملوا لي منشن للفيديو التاني عشان عايز اعرف نيمار المسمار حط المسمار فين. يلا اللي بعده. وانا باخد هيستوري من البيشنت يعني، باخد التاريخ المرضي بتاع البيشنت بعد ما نزلت تدريب طوارئ في مستشفى حكومي. ماشي عشان المفروض يا جماعه ايه اي دكتور بيعرف هل انت كان عندك حاجه قبل كده ولا لا، عندك امراض مزمنه ولا حاجه زي كده يعني. من السيده زينب بلد القنبله بلد ال100 مليون دبابه. منين من السيدة؟ من دوران زينهم يا تاتو. أجدع ناس. أجدع ناس طبعا. السيدة زينب دولة وأنا فرجي منها. مش دكتور. انت بعت لي الفيديوهات دي ليه؟ وانت كنت شايفيني دكتور؟ اعوذ بالله يا عم. يلا اللي بعده. بيقول لك البت اللي جنبي في المواصلات عماله كل شويه تفتح الكاميرا وتقفلها رغم اني لازق في الشباك. والله عمالين يرعبوني وينزلين ضحك هي وصاحبتها. ده لو حصل بجد يا نهار ابيض.
لا بس يا جماعه في حاجه يعني اي حد اتبلى عليه حد الحكومه بتجيب، ولو طلع هو غلطان الحكومه بتجيب برضه. يعني الحكومه يا جماعه لما قبضت على الراجل اللي هو اتهموه بكده لما راجعوا الكاميرات وكده افرجوا عنه. يعني ليش الحكومه بتاعتنا ما بتظلمش حد، ولكن ربنا على كل ظالم ومفتري زي اليوتيوب اللي اداني السترايك على الفيديو ده. انا بقول اهو كفايه حلبت ابوها. بس يا جماعه والله زعلان على الفيديو اتمنتج ونزل. يلا بيقول لك دكتور اكتشف علاج حقيقي للسرطان هو تاني يوم في شقته. هو ليه بيعمل كده في شقته؟ ده مش فاهم. يعني انا كل فيديو مينز يا جماعه بقى فيه فيديو انا ما بقتش بفهمه. هل انا عجزت طيب؟ ولا التومات ما بقتش مفهومه؟ ولا انا راحت عليا ولا ايه؟ ولا في القناه الرياكت خالص؟ ادوني سترايك كمان يا يوتيوب. حاليا تشوف الولد يحطون افاتارات بنات ويقولون مياو ومامي، وانت صغير لما امك اشتريت لك دفتر بيه صوره بنيه او صوره بنت. جاي ولا نظرات صحابك ليك بقى. ياه حاجه واحده بس. جاي صحيت من احلى نومه اعمل حمام ورجعت بصيت في الساعه لقيت لسه بدري لحد ما اصحى. احلى شعور والله. نفسي الشعور ده يتعمل والله. نفسي احس بالشعور ده اقسم بالله. والله طالع عيني بقالي اسبوعين. بروح الجامعه كل يوم الساعه 9 مع اني ما بروحش يعني. استنى هوريكم حاجه تعالوا نثبت ان احنا يعني قاعدين مع بعض مش غربه يعني. بصوا يا جماعه انا الكليه بتاعتي بادئه تقريبا بقالها اسبوعين بالظبط تمام. فالمفروض في كل ماده ما كنتش غبت ولا مره. لو غبت كل الايام هكون غايب مرتين. بص يا باشا بص الغياب انا امي هتبهدلني عليها بوريه لكم ده. بس بصوا شايفين اول ماده غاب فيها مرتين مره تحس ان انا عامل ستريك على السناب شات مش ايام غياب والله. يلا ربنا يستر. الماده المشكله الماده بتسحب من 4 مرات غياب، فانا في اوريدي ماده فاضل لي مرتين غياب فيها في بقيه الترم كله وتتسحب لي. ربنا يستر. يلا يقول لك صحيت الصبح بدك تداوي ولبست الميه طلعت دافيه. نفسي احس بالشعور ده برضو. انا ما عنديش هنا ببيت يا جماعه في الاستوديو هنا ايام اللي عليا ضغط شغل فيها واصحى بدري فمفيش هنا سخان في يعني كويس ان في كهرباء اصلا اسجل بيها اصلا. بس هتلاقي احلى شعور. ايه يا اسطى مالك في ايه؟ انت المفروض ده احلى شعور في الدنيا والله. يقول لك تخيل يصلي وراك. انا حسيت بيها في قولوني يعني. انا ما جربتش ما صلاش وراها هو حسيت بيها. ما بالك بقى اللي بيصلي وراه بجد دي توصل من بقه. ماشي اللي بعد بيقول لك يا شيخ هل استطيع ان اصوم فقط ليله القدر لانها خير من 1000 شهر ولا هو قديمه؟ هو الشيخ احمد ده راح فين صح؟ عندها حق. ما هو ليله القدر خير من 1000 شهر فلو صمتها. بس انت شعرتك ما هو بقى في هنا حاجه برضه. انت شعرتك ليله القدر امتى؟ والناس بتقول هي ايه ليله 28 او 27 حاجه زي كده. بس انت برضه ما تعرفش هي امتى برضه. صوم رمضان ما تبقاش ملحد تمام. وانا بحاول ارفع الروس. ايه الروس دي؟ يعني ايه روس؟ حلوه دي اطلع بقى. مش عارف اطلع خلاص انزل بس. كمان مش عارف. ايه الروس دي؟ مش عارف. اللي بعده تمت تعبئة الكرش بنجاح. انا بكره مين تم تعبئة الكرش بنجاح. بس بقت محلوبه يعني طلعوا منها ايه حاجات زياده يعني اتحلبت خلاص. بيقول لك ناديت اخوك مع ابوك. ازاي ناديت ابويا مع اخويا يعني؟ هو بينادي عليك وانت مش سامع. يا نواف لا يا نواف لا بس فيها خلاص لبست فيك بقى. كان لازم تعمل فيها فلوطه. لا الحمد لله ما بتحصلش. احلى حاجه مع سنك كبير. فاحلى حاجه لما تبقى انت الكبير يعني ليك صلاحيات كده مختلفه فاهمني. ما بتحصليش يعني نادي وهم ييجوا برضه. لما يكون عندي زبه تضحك بس الموضوع تغير قبل ما اقولها. يا على الشعور البيض. عارفه ده عارفه. يا نهار ابيض. هقعد بقى افتكرها طول الطريق لحد ما اروح. بتبقى وحشه قوي. يا نهار ابيض تبقى وحشه قوي. يا الشعور. ماشي بقول لك تمارين بعد الفطور لمنع الامساك والقولون. هو يا جماعه ده شكل بقه ولا مش واخد بالي؟
هو ده حقيقي؟ لا اله الا الله. انا مش عارف. اخر فيديو معانا يا جماعه، اخر فيديو معانا بيقول لك ضربت جميع انواع المحاشي مع بطايه ونص صينيه جلاش وسمبوسه وحليت بكنافه بالمانجا وحبست كوبايه شاي. يخرب بيتك، ده الدايت خرب. نفسي اعمل كده، كنت بعمل كده والله رمضان اللي فات، بس دلوقتي خلاص خرب. في ثانيه مواعيد بينا بتتاخر اوقات. عايز اقول لكم حاجه، ان هو يا جماعه حتى يعني انا دلوقتي عامل دايت ولما اللي هو لما ادبها في الفطور يعني، حتى لو انا اكل دايت انت بتبقى كده ليه؟ عشان انت بتبقى طول اليوم صايم، فمعدل الانسولين في دمك قليل، فلما ايه ترفع معدل الانسولين انت بتهبط بقى فاهمني، وتقعد تحتاج نص ساعه كده ترسبن فاهمني، ومخك يرستر كده عقبال ما تنزل صلاه التراويح يعني. تمام. فاسك شفت فيديو النهارده من فيديو الميمز، وبغض النظر على الضحك والهزار يعني على يوتيوب وبتاع، ارجوكم يا اسطى بجد يعني، انا لو انا شايف ان انا عملت حاجه تستدعي تخالف الجايد لاينز انا ما عنديش مشكله، بس انتوا يعني بالعقل طيب. وبس كده، بحب يوصل على الحمد لله، هيوصل 10000 لايك، واشوفكم بعد بكره باذن الله في نفس الميعاد. اليوتيوب اللي بنجيب ده روح اتفرج عليه.